علم لدينا من مصادر مطلعة أن إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم برئاسة محمد بودريقة واصلت رغبتها في ضم يوسف مهري خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت المصادر نفسها أن إدارة النادي الأخضر أرسلت وكيل أعمال اللاعبين من أجل مناقشة عرض الفريق مع اللاعب المذكور. وأضافت المصادر ذاتها أن مهاجم حسنية أغادير يتجه لرفض العرض حيث يرغب في خوض مسابقة خارجية الموسم المقبل. وأوضحت المصادر نفسها أن يوسف مهري مهاجم نادي حسنية أغادير بات ضمن اهتمامات النادي الأحمر في الميركاتو الصيفي، وأن إدارة الوداد قدمت عرضا للاعب وناديه الحسنية من أجل حسم الصفقة المذكورة. واختتمت المصادر نفسها أن رغبة اللاعب في خوض مسابقات خارجية وتجربة جديدة قد يقربه من حمل قميص النادي الأحمر في الميركاتو الصيفي.